بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون المشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا من قناة شبكة السلام الفضائية أن نلتقي بكم مجددا، ومن رحاب هذا المنبر يطيب لنا في البداية أن نرحب بكم أجمل الترحيب، وكذلك نرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور الشيخ حسن سلمان. حياكم الله الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. المشاهدون المشاهدات الكرام، في هذه الحلقة سوف إن شاء الله تعالى نتناول موضوعا حيويا يحتاج إليه المسلم والمسلمة في حياته حتى يكون ذلك نبراسا وصفة يتصف بها ليعيش في هدوء وطمأنينة وسكون. إنه موضوع الحلم والتخلق والسجية بهذا الأمر الذي حقيقة متى ما اتصف بهذه الصفة الجميلة التي تدل على العقل وتدل على الصبر وتدل على مجموعة الصفات، تكون من تحلى بذلك يشار إليه بأنه من الكمل ومن أصحاب المروءة والأخلاق الحميدة. الحلم أيها الإخوة مما يتزين به من اتصف به، ولعلنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة الطيبة بإذن الله نجول حول جوانب هذا الخلق الطيب العظيم، من التعرف عليه ومن صفاته ومما يلزم فيه من كذلك مما ورد فيه من النصوص. في بداية اللقاء إن شاء الله لعلنا كمدخل نعرف ما هو هذا الحلم وكيف يمكن أن يعرف فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث عن الحلم حديث حقيقي له علاقة مباشرة بموضوع الأخلاق، ونحن نؤكد دائما في برامجنا بأن الدين، أي دين منسوب إلى السماء، لا بد أن تكون عنده ركائز 4. المرتكز الأول هو المرتكز الإيماني، والمرتكز الثاني هو المرتكز الأخلاقي، والمرتكز الثالث هو المرتكز التشريعي، والمرتكز الرابع هو المرتكز الذي يتعلق بالتصورات والسرديات الكونية. فموضوع الأخلاق يشكل ربع هذا الدين، والأخلاق صاحبت الرسالات منذ بدايتها. فكما أن التوحيد كان منذ البداية، كذلك كانت الأخلاق منذ البداية. ويمكن أن نقول بأن العقيدة كانت ثابتة ولم تتغير، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن بالنسبة للأخلاق كانت متراكمة، ما نستطيع أن نقول كانت ثابتة، لأن الأخلاق فيها التراكم. يعني مثلا أقصد بالتراكم، نوح عليه السلام كان من حيث العقيدة واضح، وحيث العقيدة والسردية الكونية لا خلاف بأن الإنسان علاقته بالله هي علاقة عبودية، وعلاقته هو علاقة توحيد الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه والاعتراف بألوهيته وربوبيته. ثم بعد ذلك تأتي أعلى أنواع العلاقات وهي بر الوالدين، وهي أول خلق يكاد يكون ارتبط بالرسالات. فنوح عليه السلام أول ما ارتبطت موضوع الأخلاق عنده بالبر الوالدين، لكن بعد ذلك ظلت الأخلاق تتكثف وتتراكم بحسب تطور المجتمعات. فمثلا عندما تطورت المجتمعات التجارية والمجتمعات الاقتصادية، نشأت معنا قضية القسط والقسطاس والمكاييل والموازين والجودة وماذا. لما ارتقت المجتمعات كذلك إلى واتسعت في بنيتها السياسية، وظلت هنالك حكومات، ظهرت معنا قضية محاربة الاستبداد والطغيان وهكذا. فعلى كل، بالنسبة لموضوع الأخلاق متراكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر بعبارة مهمة جدا تجعلنا نتصور تراكمية الأخلاق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأنما تممت مكارم الأخلاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ابتدأت مع من؟ مع نوح عليه السلام. فهي بدأت مع نوح وتممت وأكملت مع النبي عليه الصلاة والسلام. موضوع الأخلاق سنلاحظ بأن انعكاس الدين كله يظهر معنا في الأخلاق.
يا سلام. يعني قضية العقيدة والتوحيد والتصورات الكونية والإيمان بالآخرة هذه كلها تنعكس وين؟ تنعكس في علاقاتك مع الله أولا وعلاقاتك مع الخلق. يا سلام. الأخلاق هنا تأتي قضية العلاقة مع الخلق. نعم. فالعلائق مع الخلق هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة. نعم. الأخلاق هنا كلها المعاملات البينية، قضية الأمانة والصدق والحلم كما هنا، وعدم الغضب والعفة والفضيلة، كل هذا ينعكس. يعني كلما كان الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ومستحضر للآخرة كلما كان علاقته مع الناس علاقة إيجابية، وتظهر الأخلاق بصورة مترابطة. ولذلك التوحيد أولا كما قال بعض العلماء، والأخلاق دائما. يعني ابتدأت الشريعة بالتوحيد، ولكن ظلت الأخلاق تنمو وتتراكم إلى أن تكاملت بقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكرست الشريعة الإسلامية موضوع الأخلاق منذ البداية. نعم. كرست الأخلاق منذ البداية. ولذلك النجاشي لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إليه بما يأمركم، كانت القضايا التي تكلموا عنها توحيد وأخلاق، ليس هنالك شيء آخر، توحيد وأخلاق. يأمرنا بالبر ويأمرنا بالصلة ويأمرنا بكذا بالعفة، كلها قضايا أخلاقية. إذا موضوع الحلم، وهنا يعني عشان برضو أنبه، عندنا الحلم وعندنا الحلم. الحلم الذي يراه الإنسان في المنام، والحلم هو الذي نتكلم عنه في هذه الحلقة. فموضوع الحلم هو في مقابل السفه. الإنسان إما أن يكون حليما وإما أن يكون سفيها. الحلم فيه الأناة وفيه التوؤدة وفيه التمهل في العقاب المستحق، والسفه فيه الطيش والعجلة وسرعة الانتقام. فلما نتكلم عن موضوع الحلم إنما نتكلم عن صفة مهمة جدا، وهو كيف يكون الإنسان منتصرا على شهوة الانتقام وعلى العجلة في أن يمارس قدرته وقوته. فهذه المسألة لها علاقة بالعقل أيضا. موضوع الحلم له علاقة بالعقل. عشان كده الله تبارك وتعالى لما قال: أم تأمرهم أحلامهم بهذا. الأحلام، لأن الحلم جمعه أحلام، قال أم تأمرهم، وأحلامهم هنا هي عقولهم. لكن قال بعض المفسرين بأن موضوع الأحلام هنا عبر باللوازم، ليس بلازم أن يكون الحلم هو عين العقل، لكنه من لوازم العقل. فكلما كان هنالك عقل كلما كان هنالك حلم. طيب، إذن مطلوب للشخص الذي يكون حليما أن يكون متأنيا، أن يكون متمهلا، أن لا يتعجل العقوبة، أن لا يكون طائشا. كل هذه تدخل معنا في مفهوم مفهوم الحلم الذي على كل. وكثير من الناس حقيقة لما تتكلم فلان حليم يدركون بأن المعنى الكلي على كل عند الناس قد لا يكون فيه إشكال. ولكن مهم جدا أن نستحضر هذا المعنى العظيم، وهو كيف أن الإنسان يعني يتأسى بهذا الخلق. وهنا لا بد أن أنبه بأن معظم الأخلاق منها ما هو هبات من الله، ومنها ما هو أمر مكتسب من الإنسان. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: إن فيك خصلتان يحبهما الله، قال الحلم والأنف. فقال يعني سأل هل هي مكتسبة ولا هي موهوبة؟ فقال هي وهبك الله ذلك. فقال الحمد لله الذي وهبني. فموضوع الحلم وغيره هنالك حد أدنى، الله سبحانه وتعالى وزع هذه الأخلاق بين الناس، منهم من يعطيه منها صفة كبيرة ومنهم من يعطيها مثل الشجاعة. بعض الناس تجده ما شاء الله شجاع جدا، وبعض الناس متوسط، وبعضهم أقل قليل، وبعضهم جبان، وهكذا. فمتوزعة. لكن يمكن للجبان أن يكون شجاعا، ويمكن للسفيه أن يكون حليما، ويمكن للكذاب أن يكون صادقا. يعني بمعنى إيش؟ يكتسب الصدق ويكتسب الحلم ويكتسب الشجاعة ويكتسب الكرم. ففي إطار دائرة المكتسب هذه على كل دائرة متاحة. لكن ما الفرق بين المكتسب وبين الموهوب؟ الموهوب أكثر تطبعا ورساخة. يعني ما وهبك الله راسخ في النفس وأصيل فيها. وأما المكتسب فقد يتعرض لكثير من عوامل التصحر إن صح التعبير. فدي تقريبا موضوع الحلم الذي إن شاء الله هو حلقة اليوم. بارك الله فيكم على هذا المدخل وهذا الاستهلال وبيان وضعية الحلم ويعني مغازيه ومنطلقاته. لعلنا من ناحية تأصيلية أيضا أن نقف
يعني فضيلة الشيخ على بعض النصوص التي تؤكد معنى الحلم. يعني كثير من الآيات أنه جاء فيها عن ربنا عز وجل أنه الحليم. أيضا في أحاديث كثيرة جاء الحلم، ومن أيضا من ما يفهم أو هو قرين الحلم يعني أحاديث اللي تحدثت عن الرفق وعن الأنات وإلى آخره. وهذا باب بإذن الله يجعل المستمع والمشاهد حقيقة يعلم من خلال النصوص أهمية التخلق ومكانة هذا الأمر العظيم في حياة المسلمين إن شاء الله. علماء السلوك عموما يتكلمون عن قضية التخلق بأخلاق الله، هكذا يقولون التخلق بأخلاق الله، بمعنى كل كمال في الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون لك منه إيه؟ لك منه حظ ونصيب. جميل. أنك أنت في النهاية مظهر من مظاهر التخلق الإلهي. يعني الله سبحانه وتعالى الإظهار الكوني كله تجليات لأسمائه، كل هذا الكون تجلي لأسمائه، فالخلق تجلي لاسم الله الخالق، يا سلام، مش كده؟ نعم. والتواب تجلي لاسم الله الذين يذنبون تجلي لاسم الله التواب. فلم يكن هنالك أناس يذنبون لما كانت اسم الله التواب عامل، وهكذا. فالكون كله إذا أردت أن تقول ما هو هذا الكون، هو تمظهر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله، هو انعكاس كما يقولون مرآة لكل ما هو، وبالتالي أنت مطالب بأن تتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى التي وصف بها نفسه. فمنها أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالحليم، وسمى اسمه أيضا من أسمائه الحليم. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن كما تفضلت ونحن نتكلم عن التخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى، فإنك كلما اقتربت من أخلاق الله هي أخلاق كمال، يا سلام. فأنت استطعت أن تكون إن شاء الله قريب من الله سبحانه وتعالى في إطار العبودية وسياقها. فالله عز وجل في أكثر من 11 آية تقريبا تكلم بأنه حليم. يا سلام. تكلم الله تبارك وتعالى بأنه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم، سورة البقرة. وكذلك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غفور حليم. فعندك مجموعة آيات كلها تتكلم عن قضية أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الحلم ومسمى كذلك بالحليم جل جلاله. فإذا لاحظ الآن من حيث التأصيل الله تبارك وتعالى من أسمائه الحليم ومن صفاته الحلم. طيب تعال إلى الأنبياء، وصف الأنبياء بهذه الصفة، وتحديدا الرسل أكثر اتصافا بالحلم. عندنا صفتين، من يتدبر كلام الله تبارك وتعالى يجد صفة الحلم مرتبطة بالرسل، وصفة العلم مرتبطة بالأنبياء. فالنبوة علوم ومعارف، والرسالة علوم ومعارف وقيم ولاحظت فتدخل فيها قضايا الأخلاق. لذلك لما تكلم الله تبارك وتعالى واصفا إبراهيم عليه السلام قال إن إبراهيم لأواه حليم، ووصفه بالحلم. ونعم أن ترى إبراهيم عليه السلام كمال، أنه أوتي الخلة، هو خليل الله الرحمن جل جلاله، وبالتالي آتاه الله سبحانه وتعالى من هذه الصفة صفة الحلم، أنه حليم، أنه متأني، أنه غير متسرع. فوصف الله تبارك وتعالى رسوله. ثم أيضا وصف كذلك شعيب عليه السلام لما قومه وهم يصفونه قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، فوصفوه كذلك. وعن إسماعيل عليه السلام لما بشر إبراهيم عليه السلام بالغلام قال فبشرناه بغلام حليم. ولما بشر بإسحاق قال وبشرناه بغلام عليم. وهذا ما أستدل به عموما أنا على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، لأن السورة وهي تتكلم سورة الصافات وهي تتكلم عن إسماعيل وصفته بأنه حليم، والحليم هو رسول، ومتفقين الناس بأن إسماعيل نبي ورسول وأما إسحاق فنبي. فارتباط صفة الحلم بإسحاق بإسماعيل، فبشر بأنه حليم. سبحان الله. ومن صغره أيضا مع الذبح كان لا هو حلمي واضح، متأني صبور وصفته هكذا. بشرناه بغلام حليم. أوتي التوأد وعدم العجلة وعدم من صغره. إذا لاحظ وصف الله نفسه ووصف أنبياءه بهذه الصفة. لما نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصف سبحان الله بالحلم فقط، ولكن قال وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. جامع الأخلاق كل شيء.
يا سلام. اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كمالات الأخلاق، اجتمعت فيه كمالات الأخلاق، وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي حلما وكرما وشجاعة وإقداما ووفاء وأمانة، فاجتمعت في هذه الخصائص، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم قلنا الله الأنبياء عموم المسلمين، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أحد الأصحاب قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. الحلم والأنات. وحقيقة هنا طيب نحن الآن في المقدمة فسرنا بأن والله التوؤدة والتأني من صفات الحلم. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فيك لخصلتين فجعلهما أمرين، الحلم والتأني، مش كده؟ فكأنما إذا اجتمعت الكلمتان لا بد أن نقول هنالك مغايرة في المعنى. نقول هنالك مغايرة، الواو للمغايرة ليست واو العطف فقط، يعني هي واو المغايرة، فمعنى الحلم خلاف التوؤدة. طيب إيش الأنا وإيش الحلم؟ هنا ستفسر التوؤدة بعدم التعجل والتمهل في التحرك وفي تدبير الأمور. فلان يقول لك متأني. طيب إيش الحليم؟ لما تأتي مع التوؤدة هو التمهل في إنزال العقوبة المستحق. لاحظت؟ هنا هذا الشخص وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، أنه متأني في تدبير أموره، وعندما يقع من الآخرين أيضا إخفاق أو غضب يستحقون عليه عقابا فإنه يكون حليما، أي يتمهل في هذا طيب جميل. هنا من ناحية التأصيل حتى القصة والكلامكم فضيلة الدكتور يعني على التوأدة، يعني والوفد كان وفد عبد القيس، فهم تعجلوا للسلام وهو بقي وأتى متهندما وفي حالة. فكان والنبي صلى الله عليه وسلم لا تفوت عليه سبحان الله هذه اللطائف الجميلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجد شخص هادي ورزين ومتزن وكذا لا يبخسه حقه، ولا يقال بأنه والله يا أخي كان عليه أن يسابق لسلام رسول الله، لا، الأمر كان بالنسبة له أنه يريد أن لا يضع نفسه في موطن المتعجل، فهو الخلق راسخ فيه. طيب هنا لابد ونحن نتكلم في نقطة التأصيل تحديدا موضوع الحلم ابتداء لما نتكلم عن الله الحليم. الله الحليم، انظر سبحان، لأنه هذه فائدتها لما أنت تعرف أن الله الحليم كيف أن أكتسب هذه الصفة، كيف اكتسبها. لاحظ كيف أن العصاة يعصون والطغاة يتجبرون والظالمون يتبجحون ويقتلون في الأرض ويفسدون فيها، لدرجة أن الناس والعياذ بالله بعض ضعاف النفوس يقولون أين الله؟ لا حول ولا قوة. لاحظ سبحان الله، يعني لا تكاد تجد صفة من الحلم يكون فيها الإنسان متأنيا ليس مستعجلا في اتخاذ القرار كما هو الحال مع الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فالله عز وجل لا يغفل عنهم، ولكنه لا يعاجلهم، هي أيام منحهم إياها في شكل الظالم، أي أعطاك أيام وأعطاك مدد وأعطاك كذا وأنت في صالون اختبار. سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى لو أراد أن يأخذنا مع كل ذنب لانتهت الأمور، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، مش كده؟ فما بقي أحد، لكن الله حليم. بالله تصور لو أن كل مذنب تنزل عليه صاعقة من السماء، لا إله إلا الله. طيب تصور، سبحان الله. طيب هذه الصفة أن الله سبحانه وتعالى أحيانا لا يؤاخذهم في دنياهم، سبحان الله، يصبر عليهم حتى يأتون إلى الآخرة، يعجل إلى الآخرة، ومنهم من يعجل له في المهم. لكن حتى التعجل الدنيوي ليس من الوهلة الأولى. صحيح. يعني انظر سبحان الله، كل الذين تطاولوا على الرسل أخذوا فترتهم، سبحان الله، دعوة يعني أمسك نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، شعيب عليه السلام، كل هؤلاء الرسل. يعني نوح عليه السلام يقول يا رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني فهو يعني أسررت لهم إسرارا، ما ترك شيء. ثم في النهاية خلاص انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو قومه. فالمسألة الأناه، كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يعاجل الناس، ينكرون ويتطاولون ويضربون الرسل ويقتلونهم أحيانا، ومع كل ذلك الله سبحانه وتعالى حليم، لأنه لا يريد أن يأخذهم بغتة، حتى لا يقال يوم القيامة إنه والله يا رب ما أعطيتنا وقت، لا أعطاه وقت. فحلم الله سبحانه وتعالى لا حدود له، ولكن إذا أخذ فأخذه أيضا
أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. فهنا نلاحظ أن صفة الحليم من صفات الله تبارك وتعالى تتجلى في عدم تعجيل الله سبحانه وتعالى للعقوبات للظالمين، الطغاة، المتجبرين، العصاة، الكفرة، ما يعاجلهم، يعطيهم الوقت الكافي، ويعطي الدعاة كذلك الوقت الكافي ليبذلوا معهم الجهد ويبذلوا معهم ما يستطيعون، حتى إذا خلاص نفدت الوسائل وانتهت الأوقات، هنا أخذهم الله سبحانه وتعالى إما في الدنيا وإما أخرهم كذلك في الآخرة. هنا يأتي الإنسان ليقول نعم. إذا كان الله سبحانه وتعالى مع خلقه بهذا الشكل، أنه لا يتعجل أمره ويعطيهم الوقت الكافي ولا يعاجل بالعقوبة، وأنت منهم. سبحان الله. كلنا تقريبا، كلنا نعم. أهل معاصي وأهل ذنوب كانت خفية ولا كانت ظاهرة. طيب، ومع ذلك الله نعلم أنه حليم، وكل واحد في يومه بس لو وقف من الصباح إلى المساء وقال والله ما الأمر الذي يستحق عليه عقوبة اليوم لوجد الكثير. طيب، عفى الله عنك وما باغتك بالعقوبة وما تعجل عليك. طيب، ألا يستحق ذلك أن تقول الجزاء من جنس العمل؟ إن الله سبحانه وتعالى الذي كافأني بهذا الأمر ولم يعاتبني ولم يؤاخذني ولم يأخذني أخذ عزيز مقتدر في لحظة واحدة، أفلا تكون هذه الصفة أيضا أنا أتعامل بها مع عباد الله، مع الخلق جميعا؟ هذه الصورة اللي مفروض نحن نتعلمها من أسماء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن لله 99 اسم، قال من أحصاها دخل الجنة. يا سلام. من أحصاها. طبعا بعض الناس يتصور بأنه من حفظها، لا، ليست. سبحان الله. الإحصاء هو أن تعرف الأسماء وتعرف معانيها وتتخلق بها. تخلق بها. فإذا استطعت كل يوم أن تقف مع صفة من صفات الله، اسم من أسماء الله، ثم تعرفت على معانيه، تعرفت على تفاصيله، وقفت على هذا المعنى في كتاب الله، نظرت السياقات التي تأتي فيها. يعني الآن مثلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لاحظ، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. يا سلام. لاحظ، هنا حذرك، واعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم، قضية لها علاقة بالنفوس، ليس أمرا ظاهرا. نعم. مش كده؟ ولكن سبحان الله، ما الذي يجعل رغم أن الله يعلم خفايا النفوس لكنه لا يؤاخذنا بها؟ لأنه غفور حليم. فحلمه ومغفرته هما اللتان تجعلان من الناس رغم ما يحصل منهم من معاصي وذنوب، لكن الله سبحانه وتعالى غفور حليم. فهنا لا بد أن نستحضر هذا المعنى العظيم ونحن نتكلم عن قضية التأصيل. وجزاك الله خير. بارك الله فيكم على هذا الحديث الطيب الشيق، جزاكم الله خير. ونحن أيها الإخوة نسير معا في توضيح ما يتعلق بالحلم وما يتعلق أيضا بالتحلم. لعل من سائل يسأل وما يتعلق كذلك، هل يعني الانكسار والتهاون يعني يكون في استرداد الحقوق مقابل يعني يقابل الحلم، أم أنه هذا من هذا يفرق؟ بارك الله فيكم. نعم، نحن لو تذكر في الحلقة الماضية تكلمنا عن مسألة العفو وأن هذه القضية لها علاقة بالقدرة. نعم. الحلم أيضا، الحلم له علاقة بالقدرة. يا سلام. أن يكون الإنسان مقتدرا ويكون قويا وقادر أن يوقع العقوبة، ومع ذلك يعني يكون حليما في عدم الإيقاع في الأمر عاجلا، حتى يتيح للطرف الآخر فرصة المراجعة، حتى يتيح له فرصة التوبة، حتى يتيح له فرصة الاعتذار. لاحظت؟ فهو يتأنى. جميل. لكن العاجز عن إيقاع العقوبة لا يسمى حليما. وكذلك في مسألة العفو، هنالك على كل جملة من المعاني لابد. يعني عندك موضوع العفو، عندك موضوع الحلم، عندك موضوع الأناة، عندك موضوع الصبر، هي تتداخل. جميل. وكثير من الناس يختلط عليهم هذا الأمر. فعندنا الآن مثلا الحلم والتحلم، وعندك كذلك موضوع الانكسار والذل، وعندك موضوع العزة والكرامة. فلا بد أن نؤكد أولا بأن هذه المعاني تكون أن يكون الإنسان عزيزا، أن يكون الإنسان ليس ذليلا، أن يكون الإنسان عنده روح الكرامة، أن لا يكون الإنسان ذليلا إلى لربه جل جلاله. إنما يوصف هذا الإنسان في مقابلة المؤمنين بأمر الله سبحانه وتعالى بأنه يكون ذليلا لهم، لأن الله أمره أن يكون كذلك، ولكنه في المقابل هو عزيز على الكافرين. إذن موضوع الحلم
يجب أن لا نربطه كما يفعل بعض الناس، يعني للأسف الشديد بعض المتصوفة يجعلون من الإنسان إنسانا منكسرا ذليلا حتى لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى يكسروا فيه روح إيه؟ روح المقاومة وروح الجهاد وروح. ليش؟ لأنه خلاص أنت دوما تخاطب بكل ما هو إيه؟ يؤدي إلى الهوان والمسكنة. لذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول كل الأخلاق الحسنة هي بين خلقين ذميمين. كل الأخلاق، الشجاعة بين خلقين، الكرم بين خلقين، الحلم بين خلقين. يا سلام. لاحظت؟ خلق التطرف بحيث الإنسان يكون طائشا متهورا، لاحظت؟ يقدم في لحظة ينبغي أن يتأنى فيها، وفي نفس الوقت مقابل ذلك على النقيض منه أن يكون الشخص ذليلا محتقرا لا يؤبه له. فأنت لابد من أن تتوازن. هذه مسألة مهمة في الأخلاق كلها. مثل الشجاعة كما ذكر، الشجاعة قد تكون متهور وقد تكون أيضا جبان. على دفتي الشجاعة يوجد التهور ويوجد الجبن. لذلك أعجبني كلام لمعاوية بن أبي سفيان لعمرو بن العاص، يقول له والله لقد تحيرت في أمرك يا عمرو، أراك في بعض المواطن فأقول بأنك أشجع الناس، وأراك في مواطن أخرى فأقول بأنك أجبن الناس. قال صدقت. قال وكيف ذاك؟ قال شجاع إذا ما أتيحت لي فرصة، وإن لم تتح لي فرصة فجبان. يعني هو فرق بين التهور أيوة يا سلام وبين الشجاعة. الشجاعة أن تدرك بأن هنالك موطن يجب أن تتقدم فيه ويمكن أن تنجز، لكن التهور هو أن تدرك أنك هالك ومع ذلك تضحي بنفسك دون أن يكون هنالك فائدة للهدف الذي أنت تنطلق وتتحرك من أجله. فعلى كل الأخلاق تحتاج منا إلى توازن وتحتاج. ثم أيضا هذه الأخلاق نفسها كما ذكرنا منها ما هو مكتسب ومنها ما هو يتم التعلم فيه. فالحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، مش كده؟ نعم. يمكن أن تكتسب الصفة. يعني جميل. الشخص الذي يتعرض لجملة، شخص مسؤول مثلا، شخص مسؤول تأتي إليه كثير من الإشكالات. نعم. في البدايات تجده ضيق، يكون أخذ في العمل في الإمارة في القيادة سنوات، فيكتسب خبرات هائلة جدا في الحلم. نعم. لأنه خلاص تعامل مع كل ألوان الطيف البشري، يأتيه الغضوب ويأتيه المتعجل ويأتيه المتقطرس ويأتيه المتكبر ويأتيه المسكين، فهو مع كل هؤلاء يحاول أن يكون شخصا متزنا حتى يكتسب هذه الصفة الطيبة. ولعل الحديث الأخير هذا محور أيضا التوضيح لمن يعني المطلوب منه أن يتخلق بالحلم. بعض الناس قد يفهم ربما أن الحلم هذا خاص لصنف معين، ربما لأهل الفضل أو أهل العلم أو أهل المقامات المعينة. خلق الحلم من يحتاج له حتى يكون هذا الخلق ساري في المجتمع ويكون يعني ملاذ من الوقوع فيما يشين. بارك الله فيكم. موضوع الأخلاق كلها نعم كلها مخاطب بها الناس جميعا. جميل. رجال ونساء، كبار وصغار وأغنياء وفقراء، مقاتلين ومسالمين، كل مطالبون بالأخلاق جملة. منها هذه الصفة. يعني قضية الحلم يتصف بها رئيس الجمهورية لابد مثلا، نعم، أو رئيس الدولة أو إمام الأمة أو خليفة المسلمين، لأن هنا ستكون أنت في قمة، فستأتيك كل القضايا من الأسفل إلى أعلى. نعم. وهنا تظهر قدرة الإنسان في أن يكون حليما وأنت في مساحة واسعة. نعم. كلما اتسعت المساحات يفترض أن تتسع معها الرؤية ويتسع معها الحلم. نعم. طيب، في مستويات دنيا متوسطة، المعلم مع تلاميذه، المدير مع العاملين معه والموظفين، نعم. رب الأسرة مع أسرته، جميل. مجموعة الأصحاب فيما بينهم. فأنت محتاج إلى هذه الصفة في كل هذه المستويات. فلا يتصور شخص بأنه والله يا أخي موضوع الحلم هذا له علاقة بمعاوية بن أبي سفيان ولا له علاقة بالخلفاء. لا لا، موضوع الحلم له علاقة بكل إنسان، كل بحسبه، كل بحسبه. ولا بد في الأخلاق أن يكون الإنسان سبحان الله من كل خلق له ثمرة، له وردة كما يقول. تأخذ من كل هذا البستان أو بساتين الأخلاق، لا بد أن يكون لك من كل شجرة منها وردة تستطيع أن تستفيد منها في حياتك، فتكون شجاعا في باب الشجاعة، حليما في باب الحلم، كريما في باب الكرم، صادقا في أبواب الصدق، أمينا في أبواب الأمانة، وهكذا.
يعني كلما أنت سبحان الله اتصفت. ولذلك ستلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثر الناس قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الأخلاق، أكثرهم أخلاقا، الموطئون أكنافا. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحاب الأخلاق. لماذا؟ لأن الدين المعاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. حقيقة ونحن أيضا يعني نتحدث عن الأخلاق وما تتطلبه من، يعني لعل من بعض الأمثلة، يعني من يعني كان حسن إن كان يعني مما هو أشير إليه مثل قصة الصحابي اللي يعني مما يدل على كيف كانوا الصحابة وكيف أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم. ببعض القصص لو تيسر أن نضرب مثل أو مثالين يكون حسن. بارك الله فيكم. نعم. موضوع الأمثلة، يعني أنا ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضع نموذج في الحلم، وذكرنا واحدة من قضايا الحلم والعفو عند النبي عليه الصلاة والسلام، موضوع ذهابه إلى أهل الطائف مثلا. نعم. ومجيء الملك وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حليما بهم عفوا لم يستعجل العقوبة. وقال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. كذلك كيف أنه كان يتعرض لما يتعرض له من إشكالات ومن عمه أبو لهب وهو يذهب إلى الأسواق ويذهب وراه عمه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما ولم يصطدم به بأي شكل من الأشكال. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو ما شاء الله وقتها النبي والرسول وقائد الجيش وقائد الأمة والسياسي الأعظم عليه الصلاة والسلام، مع ذلك يأتي شخص ويقبضه ويأخذه من رقبته عليه الصلاة والسلام ويمسك به ويشده. نعم. ويقول له يا محمد اعطني مما أعطاك الله. فيضحك ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أعطوه من مال الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي شخص وهو يطالب النبي صلى الله عليه وسلم دينا، يقول له يعني تعطيني ديني، فيريد أحد الأصحاب أن يقتله، فيقول لا ما يحتاج، كان عليك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء، هذا الواجب الذي يجب عليك أن تقوم به. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم ما في لحظة من اللحظات نظر إلى نفسه بأنه جبار مسيطر، أنه عليه الصلاة والسلام منفي عنه ذلك. هذا الخلق منتفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لست عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جبارا ولم يكن مسيطرا، بل ما كان يمر به عليه الصلاة والسلام من المنافقين، من المشركين، من اليهود في المدينة، من الأذى والعدوان والتآمر، لكنه ظل عليه الصلاة والسلام حليما. وهذا الحلم هو الذي جعله عليه الصلاة والسلام يكسب قلوب الناس. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الكمال في هذه الأخلاق، فكان الناس إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا أنفسهم بأنهم ليسوا أمام شخصية عادية، ولكنهم أمام رسول وأمام نبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه الصفة عظيمة من صفاته عليه الصلاة والسلام. وكذلك ستلاحظ أيضا بقية أصحابه عليه الصلاة والسلام، ستجد هذه الصفة عند أبي بكر، كان من أشد الناس حلما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حليما. عثمان بن عفان، حتى في اللحظات الأخيرة ربما كثير من الناس يستغرب ما الذي يجعل عثمان بن عفان يمنع الصحابة رضي الله عنهم من الدفاع عنه عليه الصلاة رضي الله عنه، لأنه كان حليما وما كان يرى أن والله يستعجل العقوبة عند هؤلاء الناس، أو ربما كان يخشى أن تكون والله سيلان الدماء في المدينة وقتال الناس أعظم من أن يكون هو الشهيد الذي هو أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون شهيدا وأنه يقتل في فتنة. فهو بالنسبة له كان الموضوع المقام مقام حلم، مقام صبر، مقام احتمال، مقام توؤدة. ولذلك نلاحظ أن هذه الصفة العظيمة أيضا تحريض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الذي ذكرناه، كيف أنه أيضا عليه الصلاة والسلام كان يشجع الناس في هذه الأخلاق التي أيضا ممن اشتهر في تاريخ الإسلام بالحلم معاوية رضي الله عنه. طبعا هذا الرجل المهضوم الذي للأسف الشديد خاصة في زماننا هذا يعني توجه إليه السهام الظالمة من هنا وهناك. مهما كان هو في النهاية من الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين خدموا في هذا الدين وخدموا في هذا الإسلام. له بطبيعة الحال كغيره حسناته وله سيئاته، ولكن يبقى في نهاية المطاف من أهل الفضل في هذا الدين. كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. اشتهر معاوية رضي الله عنه، اشتهر بهذه الصفة العظيمة الحلم، ولذلك كان يقهر أعداءه بحلمه. معاوية كان يقهر أعداءه بحلمه، صبور،
يعني تصور شخص يشتم أمه، يشتم أمه ويسمع الكلام، ثم سبحان الله هذا الشخص تمر عليه الحالة ويقع في إشكال بعد سنوات طويلة جدا، فيقتل بسبب سفهه، فيقال قتله حلم معاوية. هذه واحدة من ثمرات الحلم، إذا أردنا أن نتكلم عن موضوع الثمرات والفوائد في هذا الموضوع العظيم، أن الإنسان سبحانه الحليم أحيانا يأخذ حقه غيره دون أن يقعه في الإشكال، دون أن يقعه في الإشكال. يعني أنت نلت مرتبة أهل الفضل والحلم والصبر والأناة، وربما يقع نفس هذا الذي اعتدى عليك في وطء شخص آخر فيأخذ الله لك حقك. فعلى كل موضوع هذه الصفة واشتهارها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتهارها بين حكام الأمة ودعاة الأمة، هذه على كل من الأشياء اللي معروفة ومشهورة. يعني بارك الله فيكم. بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى من المفيد جدا أن نقف يعني على يعني الثمار التي يجنيها من تخلق بهذا الخلق، سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. لا شك أن هنالك ثمار عظيمة، لعلنا نقف على ما تيسر منها فضيلة الشيخ. وبلا شك سبحان الله كل خلق له فوائد وكذلك له وسائل. جميل. وسائل يكتسب بها وثمرات على كل الإنسان سبحان الله يعني. فمن أهم الوسائل، حتى إن شاء الله أدخل في الفوائد بعد ذلك، من أهم الوسائل التي تكسب الإنسان هذه الصفة التدبر في صفة الحليم واسم الحليم. ذكرناها في أثناء الحلقة. هذه لابد، تريد تكون حليما تأدب مع الله وتعرف على اسمه الحليم، ووقف في آيات العظيمة التي وردت فيها هذه الصفة ومواطنها، ثم أعمل رسم بياني كيف يمكن أن تتجلى هذه الصفة في الواقع فتكتسب بذلك. هذه وسيلة مهمة جدا في أن تكتسب موضوع. النقطة الثانية أيضا أن تتذكر ثواب الحلم، لأن الله سبحانه وتعالى وضع لأهل الأخلاق ومقامات مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن تتذكر بأن موضوع الحلم لتكتسبه لابد أن تتذكر أن تكون رحيما بالجهلاء، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فتستحضر أن أنت هذا جاهل، فلا تضع نفسك في مقامه، لا بد أنك تكون أفضل منهم ولا تحاول أن تجرئ له. أيضا الترفع عن المعاملة بالمثل في مجال السوء. هي صحيح المعاملة بالمثل من العدل، الحلم فوق العدل، الحلم فوق العدل. العدل أن تأخذ حقك، والحلم أن تؤخر العقوبة وقد تعفو. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أيضا موضوع التفضل التي ذكرته، أحيانا سبحان الله لتكتسب الحلم لا تؤخر العقوبة فقط، بل كافئ هذا الذي أساء إليك. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعطوه من مال الله، هنا كافأه. لكن انظر إلى هذا السلوك حتى أيضا لا يكون فيه نوع، يعني هذا الحلم يجب أن لا يكون مع من لا يستحقه. هنالك بعض الناس إذا كنت حليما معهم زادهم ذلك سفها، وزادهم طغيانا، وزادهم فسوقا. فالتوازن هنا مطلوب لا بد منه. فعلى كل موضوع الوسائل هذه كثيرة، لكن فوائد الحلم تكاد البشرية تتفق على أن العظماء يتصفون بهذه الصفة. عظماء الملوك، عظماء الرؤساء، يعني أول ما يحاول الناس أن يكتبونه عن الشخص عندما يكون، لأنه في يده قوة وقادر، في قدرة وفي إيه؟ وفي قوة. قدرة في اتخاذ القرار وقوة في تنزيل إيه؟ تنزيل هذا الموضوع. فما عندك إشكال، ليس هنالك ما يمنعك، ومع ذلك أنت امتنعت. فتجد معظم الرؤساء والملوك وأهل الفضل يكتب الناس عنهم إيه؟ أنهم كانوا أهل حلم، أهل حلم. أيضا مهم جدا أن نتذكر أنها صفة من صفات الله ورسله، واتصاف بها من صفات الجمال ومن صفات أهل الفضل. فهذه ثمرة مهمة جدا لا بد أن. أيضا دليل على كمال العقل. الذي يتصف بالحلم فعقله أكثر كمالا من الذي يتصف بالسفه، حتى لو قلنا في هذا عقل وفي هذا عقل، لكن الذي يتصف بالحلم هو أكثر إيه فائدة. أيضا علينا أن نتذكر بأن من ثمرات الحلم تأليف القلوب.
تأليف القلوب، يعني القلوب تأتلف على إيه؟ على من يكون حليما. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك امتصاص البغضاء، يعني الحليم إذا كانت هنالك شحنات وعداوة من الناس، فالذي يعفو ويصفح يؤلف القلوب من جهة، وينزع فتيل إيه؟ الأحقاد وفتيل التوترات، كذلك يزيل البغضاء. أيضا دائما يقولون بأن الحلم محمودة عواقبه، يعني سبحان الله الذي يسرع في العقوبة قد يقع في ندم، لكن الذي يحجم عن العقوبة لا يأتيه الندم. دائما تجد إنه والله إياك وما يعتذر منه، مش كده؟ إياك وما يعتذر منه. يعني إذا وضعت هذه المقولة أمام عينيك، كل ما أردت أن تفعل شيء تقول والله هل سأعتذر عن فعل هذا مستقبلا أم لا؟ فالحلم محمود العواقب، محمود دائما السيرة. والحليم أيضا مع الوقت ستجد أنه يناصره الناس في ظلمه وفي عدوان الآخرين عليه. يعني ستجد أنه والله على ما أنت فيه لن تكون وحدك في الميدان. أيضا من الفوائد الحلم، الشخصية الحليمة متزنة عقليا ومتزنة نفسيا ومتزنة شعوريا ومتزنة وجدانيا، فهو لا يعيش حالة اضطراب. هذه ثمرة من الثمرات المهمة جدا. ولذلك الحليم تجده هادئا، يتخذ قراراته بهدوء، برزانة، بتوؤدة، بعيدا عن التعجل، بعيدا عن الانفعالات. فإذا مثلا أتت إليه ورقة من الأوراق وهو غاضب بشأن موظف من الموظفين، يؤخرها، خصوصا إذا فيها فصل أو فيها، ويفكر في مآلات هذا الأمر. ربما يا أخي هذا الشخص قد يكون مظلوما، ربما هذا الفصل قد تترتب فيه تدمير أسرة إلى غير ذلك. فهذا الشخص سبحان الله الحليم يضع كل الاعتبارات، وعندما يتخذ القرار يكون غالبا قراره صائبا، يراعي فيه مصالحه الخاصة، مصالح مؤسسته، مصالح الشخص الذي يتخذ بشأنه القرار، حتى يوقع بعد ذلك العقوبة إذا أراد. نعم، بارك الله فيكم على ما تفضلتم به فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح وهذا التنوير. لعلنا أيضا نعطي يعني إطلالة على أثر يعني هذا الخلق على المجتمع. لا شك أنه ينعكس، ويكون المجتمع الذي تكثر فيه يعني في أفراده هذه الصفة غير المجتمع الذي يفقد يعني كباره أو يعني أفراده هذه الصفة. لعل أيضا حتى تكون مجتمعاتنا إن شاء الله يعني مجتمعات فيها العقلاء وفيها يعني أهل الأجاويد وغيرهم في هذا الباب، لهم حتى في مجتمعاتنا في بلادنا الأجاويد وشيوخ القبائل وكذا. فإبقاء هذه الصفة وأثرها في المجتمع من الضرورة. لعلكم أيضا يعني في هذا تعطونا يعني إطلالة بارك الله فيكم قبل الختام. طبعا سبحان الله يعني الدراسات الاجتماعية عموما في الشعوب البدائية، الشعوب التي تتأسس على العصبيات النسبية وكذا، ستلاحظ سبحان الله نادرا ما يتقدم لزعامتها ورئاستها سفيه، نادرا. هي موفقة في اختيار الحليم وفي اختيار الشجاع وفي اختيار الكريم. فهي محتاجة إلى الكريم في عطائه، ومحتاجة إلى الشجاع في إقدامه، ومحتاجة إلى الحليم في توؤدته وتأنيه وعدم عجلته. فإذا هي سبحان الله تنظر إلى أن من يتصدر هذا المشهد يجب أن لا يكون جبانا فيؤتى الناس من جبنه، أو يكون سفيها متعجلا فتكون القبيلة كلها تضيع. لأن يعني هذا الذي رأس في الأمر، سواء كان رأس دولة أو كان رأس قبيلة، إذا تعجل وكان سفيها في اتخاذ القرار، الضحية ليس هو وحده، شعبه وقبيلته وإقليمه وأمته. إذن هذه الصفة يعني آثار هذه الأخلاق التي نتكلم عنها ليست آثار على المستوى الشخصي فقط، خصوصا إذا تبوأت أنت مكانا عظيما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن ولاة الأمر كما أن حسناتهم كبيرة كذلك سيئاتهم كبيرة. بمعنى هم يتخذون قرارا في 100 مليون مثلا، هذا القرار إن كان صائبا انتفع منه الناس، وإن كان سيئا أيضا تضرر منه الناس، حمل هو وزر هذا السوء أو حامل على كل حسنات هذا الأمر. فكلما كان الذين يتصدرون المشهد العام أهل الحلم، كلما كان المجتمع أكثر استقرارا، لأنهم قادرون على
على حل المشكلات واحتوائها وعدم العجلة. وهنا كنت ألاحظ سبحان الله في مجتمعاتنا القبلية خصوصا في مجموعات البجة في شرق السودان وفي إريتريا، يعني يجلسون مثلا لقضية القتل، يجلسوا القتل إذا حصل قتل بينهم تجلس القبيلتان للتدارس والاستماع إلى ما دار وكيف وقعت جريمة القتل وكذا، ثم يستمعون من أهل القتيل، فإن رأوا بأنهم متشبثون بأخذ الثأر والانتقام من القاتل لا يتعجلون في الحكم، يقولون نجلس شهرين، نأخذ شهرين لتهدأ النفوس وتطيب الخواطر ثم نأتي بعد ذلك. لاحظ الآن هنا سبحان الله رهان على الوقت، ولكن هي حالة نفسية وحالة اجتماعية. خلال هذه الفترة التي يؤجلون فيها الحكم ستتغير النفوس وتهدأ وتطيب الخواطر، ويمكن أن يتحرك الأجاويد بين الطرفين. فانظر إلى هذه المجتمعات، هي بسيطة في تركيبتها وكذا، لكن تجاربها تجارب عميقة جدا في حل المشكلات، ولذلك كانت هذه المجتمعات أكثر استقرارا من الأجيال الحديثة التي هي لم تأخذ بالقديم فتستقر عليه ولم تتشرب الحديث فتقيم مؤسساته، وبالتالي وقعت للأسف الشديد ما تراه الآن من إشكالات ومن حروب ومن تداعيات. ربما اليوم الحكومات كلها عاجزة عن حل مشكلات شعوبها. سبحان الله. بعد هذا العطاء وهذا الحقيقة التناول لموضوع الحلم والتخلق به، نختم بما جاء في كلام الشيخ أن التصدر لأهل الحلم في المجتمعات ضمانة لاستقرار المجتمع وأمنه وسلامته. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن تكون صفة الحلم موجودة في حياتنا وفي تعاملنا، وكما استمعنا كل الناس حقيقة بحاجة يعني ماسة لهذا الخلق والتخلق به، إما طبعا وسجية وإما أيضا اكتسابا، كما جاء الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. فلنكن بإذن الله يعني ممن يتخلقون بخلق الحلم وممن يتعلمونه ويكتسبونه، حتى بإذن الله نكون إن شاء الله تعالى ممن يعمهم صفة الحلم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ونحن كلنا بحاجة بأي موقع كنا في يعني في مجتمعاتنا، كل منا محتاج إلى الحلم وإلى يعني ما له من الأثر الطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى أن نلتقيكم في لقاء قادم، نشكر لكم حسن المشاهدة والاستماع. شكر الله لكم ما تفضلتم به، وشكر الله لضيفنا ما قدمه. إلى أن نلتقيكم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.